الفيلسوف الألماني كارل ماركس بيقول إن أمريكا بتحكم اقتصاد العالم بأموال وهمية، وإن مفيش دولار بيطلع من أمريكا إلا وبيرجع لها تاني حتى لو لف العالم كله، وحتى لو فضل يلف 100 سنة بحالها برضه راجع هيروح فين؟ راجع تاني لعمنا الأمريكاني. أخونا الفيلسوف الألماني كارل ماركس بيبسط لنا الموضوع علشان نفهم هو ماشي إزاي، وبيضرب مثل بحكاية أنا على المستوى الشخصي اتونست قوي بيها وعجبتني فقلت أحكيها لكم. كارل ماركس بيقولك إيه؟ إن كان في مدينة صغيرة وفقيرة، كل أهل المدينة دي كانوا غرقانين في الديون وعايشين على السلف والاقتراض، واللي جاي يدوب على قد اللي رايح. وفجأة دخل المدينة دي سايح كان واضح عليه من هدومه وبورنته إنه غني حبتين، مقرش يعني. السايح ده دخل فندق علشان يبات فيه، سأل على غرفة فاضية تناسب معاليه، فقالوا له الفندق كله تحت أمر معاليك. الراجل طلع من جيبه ورقة ب$100 وحطها على المكتب بتاع الاستقبال، وطلع مع عامل الفندق علشان يتفرج على الغرف ويشوف إذا كان المكان هيناسبه ولا مش هيناسبه. صاحب الفندق بسرعة البرق خطف $100 وقال لك أما ألحق أعمل بيها مصلحة. صاحب الفندق راح للجزار اللي بياخد منه اللحمة بتاعة الفندق وقال له بص يا عم، آدي $100 بتاعتك أهي اللي عندي، علشان بكده نبقى خالصين وما كنتش مديون لك بأي حاجة. الجزار طبعا اتبسط وأخد $100 وجري بيها على تاجر المواشي واداله $100 وقال له ده باقي تمن العجل اللي اشتريته منك من يومين. تاجر المواشي كمان أخد $100 وراح بيها على تاجر الأعلاف وسدد بها ديونه. تاجر العلف انشكح واتصل بسواق التريلا اللي بيجيب له العلف واداله $100 وقال له كده نبقى خالصين يا برنس. ها بعد بتاع العلف $100 هتلف وتروح فين؟ شطار، يلا بينا على السواق. السواق بسرعة البرق أخد $100 وراح بيها على الفندق اللي بيبات فيه، ما الراجل غلبان وبيجي من سفر برضه، ودفع فلوس الغرفة اللي كان مأجرها في الفندق، وقال لمالك الفندق كده يا عمنا نبقى خالصين. مالك الفندق مسك $100 وحطها فين؟ مكانها على نفس المكتب اللي حط عليها السايح السري اللي كان يدوب مخلص فرجة على الغرفة وما عجبتوش ولا غرفة، فأخد $100 بتاعته وراح لحال سبيله. وكده $100 ما راحتش في أي حتة، لكن خلصت ديون كل البلد ورجعت تاني للسايح. عمنا ماركس خلص حكايته وقالك إن مفيش حد من أهل المدينة كده يبقى كسب أي حاجة من الفلوس اللي لفت عليهم واحد ورا التاني. كل الحكاية زي ما قلتلكم، يدوب سددوا ديونهم. وأمريكا بقى بتدير اقتصاد العالم كله بنفس الطريقة دي، خصوصاً الدول الفقيرة أو يعني دول العالم الثالث زي ما بنقول. يعني إحنا عايشين عشان نسدد اللي علينا مش أكتر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.